فيلم انترستيلر فيلم ولا درس في النسبية؟ خلينا نتفق ان فيلم انترستيلر مش ده الفيلم اللي انت تتفرج عليه وتروح تعمل كوباية شاي ومع سندوتش جبنة وتكمل فرجة. لا، عبقرية الفيلم ان الفيلم لعب على اكتر خوف عند البني ادم واي بني ادم، ان الوقت يمشي وانت مش قادر تلحقه. هل اللي شفناه ده فيلم ولا علم؟ يعني في سحر للسينما والفن السابع ولا في حقيقة علمية؟ طب تخيل معايا تنزل على كوكب تقعد ساعة واحدة، يعني حضرتك تروح تعمل كوباية شاي مع سندوتش الجبنة، ترجع تلاقي البلد اتغيرت وعيالك كبرت ودخلوا المدارس واللي اتخرج اتجوز وجاب عيال وانت ما قعدتش غير ساعة واحدة. الفيلم عاوز يقولك ان كل ده بسبب الجاذبية بتاعة الثقب الأسود. ايه هو الثقب الأسود؟ قبل ما نقول ايه هو الثقب الأسود، دوس على السبسكرايب وفعل الجرس واكتب في الكومنتات هل بتحب النوعية دي من الحلقات ولا لا. عبقرية الفيلم انه ما عملش الثقب الأسود كأنه بقعة سودة كده في الفضاء وخلاص، لا، الفيلم صور الثقب الأسود كأنه عدسة بتمتص حتى الضوء وعينك ما تشوف الا الظلام دامس. وباختصار الثقب الأسود هو بينقلك من النقطة A للنقطة B مش بخط مستقيم، هو بيلف بيك الزمن. بمعنى ايه؟ بيخليهم يلتقوا، بيخلوا الزمن زي اسطوانة وبيلتقوا في الآخر مع بعض. في النسبية بتاعت عمنا أينشتاين كل ما الجاذبية بتزيد الزمن بيبطأ، وهو ده جوهر الفكرة. عامة نظريا في فروق كبيرة جدا ممكن تحصل لما تقرب لجاذبية بالمنظر ده، بس التمن كبير. كوبر واقف مكانه وأولاده بيكبروا، هو ثابت والعمر بيجري. ان اختلاف الزمن ممكن يعمل فجوات عمريه بين ناس ارتبطوا ببعض حرفيا وعاشوا مع بعض. لو في جسم بيلف وانت عاوز تلتحم بيه لازم تساوي سرعه دورانك معاه. الفيلم استخدم العلم كاساس بس وسع الخيال عشان يعمل القصه. طيب هل الفيلم ما فيهوش اخطاء او ما فيهوش اشياء غير منطقيه؟ هو اصلا كله مش منطقي، او لو حتى منطقي مفيش حد عمل كده قبل كده، هو كله من الخيال. طيب نتعمق اكتر، هل في مشهد غريب او صادف؟ ان هو اولا في مشهدين. الاول لما رجع للراجل اللي على السفينه الاسمراني الجميل ده وسالوه احنا قعدنا قد ايه، قال لهم قعدنا 27 سنه، او هم قعدوا 27 سنه. 27 سنه هو طلع لهم بالبلطو كانه طالع من قدام الدفايه. 27 سنه قاعد لوحده ما بين الاجهزه. 27 سنه مسجون في سفينه فضائيه او محطه فضائيه في الفضاء حيث لا شيء. هل ده منطقي انه يفضل طبيعي؟ مستحيل. اقصى انواع العقوبه على المذنبين عموما هو الحبس الانفرادي. تخيل نفسك انت محبوس انفرادي، بعد الشر عنك طبعا وعن السامعين وعن المشاهدين وكل اللي قال امين، 3 ايام لوحدك في غرفه ضلمه، او حتى مش ضلمه، خليها كلها منوره. ده قعد 27 سنه، 27 سنه لوحده، وفي الاخر طالع بشعريتين بيض لزاز جمال جدا وقال لهم انا استنيتكم كتير، انا استنيتكم كتير قوي، اتاخرتوا 27 سنه يا راجل قاعد مستني. ده ازاي طبيعي؟ مستحيل يكون طبيعي، مستحيل يكون طبيعي. ايه تاني المشهد اللي مش منطقي اللي انا ما اعتقدش ان هو ممكن يحصل، ولو حصل هتبقى 1 على تريليون ألف في المية ان الفرصة دي تحصل؟ ان هو عايم في الفضاء وسفينة هي اللي لقيته، واحد سابح في ملكوت الله في الفضاء الخارجي، والقدر يشاء ان سفينة فضاء معدية بعد كام سنة، يعني بنته بقت خلاص على فراش مفارقة الحياة. كم سنة قعد؟ 65 سنة. كانت بنته 10 سنين وهي عندها 85 سنة، 75 سنة، 75 سنة. هو ما كانش عايم في الفضاء 75 سنة، بس الفكرة مجنونة، فكرة ممكن تخليك في حاجة غلط، ده مش طبيعي. فالحاجتين دول مش طبيعيين، حتى لو العلم بيقول ان ممكن ده يحصل، ان انت تسافر عبر الزمن في الثقوب السوداء، وده ما حصلش ولا في اي دليل علمي اثبت كده الا الجاذبيه او النظريه النسبيه بتاعت اينشتاين يعني. بس يعني صعب قوي ان واحد يبقى طبيعي قاعد 27 سنه
لوحده ما بيتكلمش، حتى لو بتجيله مراسلات وبيبعت مراسلات وفي انسان آلي جنب منه، مستحيل يبقى طبيعي، مستحيل يبقى طبيعي يا جماعه مستحيل والله. والله انا مش لو قعد 27 سنه، لو قعد 6 شهور لوحده مستحيل يبقى طبيعي. وكان في مثلا اكبر مثال كده لفيلم عبقري تاني اسمه كاستاوي. كاستاوي لما راح في الجزيره قعد 3 سنين ونص تقريبا، بعد فتره معينه هي مش محسوبه، ممكن تكون من 6 شهور لسنه، عمل لنفسه كوره وبقت صاحبه وسماها ويلسون، بتاع العبقري توم هانكس. ليه؟ لان لازم يتكلم مع انه في جزيره مش محبوس، يعني هو مش محبوس، هو في جزيره في السماء الطلق، بحر، بيصطاد سمك، عنده كوكونات، عنده الباينابل بتاع، عنده كل الحاجات الحلوه اللي ممكن تقول الله ده ايه المتعه الحلوه دي، بس بيبقى محتاج حد يتكلم معاه. لازم لازم لازم. علم النفس يا جماعه ما بيهزرش في الحته دي. اقصى انواع العقوبه انك تبقى لوحدك، هو كده. الجنه من غير ناس ما تنداس، ربنا خلقنا كده، فده مش طبيعي. اللي مش طبيعي التاني ان هو يبقى عايم في ملكوت الله لوحده كده في الفضاء، وفي سفينه فضاء تلقاه وتطلع كده، بتطلعه من البحر، رميت له العوامه عشان وشدته وبس. هي دي حلقتنا. الفيلم طبعا عبقري 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 بمعنى يعني تكفي الموسيقى الاسطوريه بتاعت هانز زيمر دي، تكفي لوحدها والله. شابوه يعني، يضرب لها مليون تعظيم سلام. اخيرا وليس اخرا، اعمل سبسكرايب وفعل الجرس واكتب لي في الكومنتات هل النوعيه دي من الحلقات عجبتك ولا لا. والسلام عليكم.